السلام عليكم ورحمة الله. أنا عجينة السمبوسك دي يا جماعة بحبها أحسن من العجينة الجاهزة. جميلة جدا جدا، لأن أنا متعودة في السعودية كان ماما بتعملها لنا كده بالعجينة، بتبقى طعمها حلو قوي. فكان يعني إيه، بترجعنا للذكريات بتاعت زمان الحلوة دي. فأنا بحب العجينة دي قوي، ما بستغناش عنها. أول حاجة أنا بحط عندي الدقيق، وعملت لي كمية حلوة قوي. عندي حليب بودر، لو مش يعني ده ممكن تقدر تستغني عنه، مفيش مشكلة. هنحط شوية زيت وندعك الكلام ده كويس مع بعضه، يعني يديني ملمس عمري. بص، بضغط على العجينه كده وشايفه بتتجمع معايا ازاي، ده معناه ان العجينه كده ممتازه. بقيه المكونات اللي هو النشا ورشه الملح بقلبهم كده شويه، وبعد كده ابدا بقى انزل بالميه شويه شويه. المهم تديني قوام متماسك شويه، انا مش عايزاها تلزق في ايدي، لان انا مش عايزه احط وانا بفردها احط دقيق. هو ده الغرض منه، لان الدقيق لما بحطه وانا اثناء الفرد اجي اقليه، الدقيق ده بينزل في الزيت، بيحرق لي الزيت، بيحرق لي السمبوسك، فما بيبقاش حلوه. عجنتها ولميتها كويس، شايفين العجينه كانت متماسكه. اغطيها بقى لغايه ما احضر الثلاث حشوات او الاربعه المميزين والاساسيين بالنسبه لي. اللحمه المعصقه، لحمه معصقه عادي جدا. بحب اعمل اللحمه الاول لحمه مفرومه، شوحها لغايه ما تغير اللون، وبعد كده انزل بالبصله واقلبها كويس، ارش شويه ملح وفلفل. انا ما بحطش ملح غير لازم اللحمه تاخد كده تغير لون، عشان ما تنزلش ميه تبقى عامله زي المسلوقه. خلاص. ادي وصفه اللحمه المعصجه عاديه، بحط ملح وفلفل ورشه جوز الطيب فقط، ما بحطش حاجه تاني. الصوص الجبنه، او دي وصفه الجبنه اللي انا بحب اعملها برضو، شويه زي ما بنعمل كده البشاميل شويه. دقيق شوية زبدة بحمصهم مع بعض شوية، انزل باللبن اقلبه، وبعد كده انزل بنوعين جبنة، جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. لو عندك بارميجان او جبنة رومي ممكن تزودي. ان الجبنة الموتزاريلا هي اللي بتدي مطة اطول، يعني اقوى. اما الجبنة الشيدر بتدي طعم، لان الجبنة الموتزاريلا ملهاش طعم. وحطيت حبة البركة في الوصفة دي، بتبقى حلوة. حطيت كمان رشة ملح، لان الجبنة الموتزاريلا طبعا دلع. الوصفة التالتة وصفة الفراخ. بنزل بالبصلة، احط عليها رشة ملح وفلفل عشان تدبل كده بسرعة، وبعد كده هنزل بالفراخ. انا الفراخ دي انا قطعاها بايدي يا جماعة، عشان تسهلي موضوع تقطيع الفراخ. انا بجيب البانيه سليم، وبحطه في التلاجة لغاية ما ايه، احس ان هو نص متلج. ابدا اقطعه بالسكينة، بيطلعها لي بقى رفيع جدا. خلاص. هشوحها، وبعد كده انزل بجزرة. احنا عايزين ندي منكهات كده للفراخ، لان الفراخ اصلا ملهاش يعني منكهة قوي زي اللحمة كده. ملح وفلفل ورشة جوز الطيب. اللحمة المفرومة انا بعد بقى ما تبرد بحب احط لها ايه، بقدونس. ما بحطوش وهو سخن. شايفين الجبنة طبعا دي خلطة الجبنة لازم يبرد تماما. الفراخ نقدر نحطها كمان ذرة. انا بحط لها ذرة، بس للاسف ان هي ما كانش عندي ذرة، مش هقف يعني عامة الحشوات دي فضل منها كتير، احتفظت بيها في الفريزر عشان لما اعمل سمبوسك تاني. ببدا شوفوا، عاوزه اوريكم حاجه وانا بفرد. شايفين انا ما محتاجش اي دقيق يا جماعه، هو ده اللي انا عايزه اوصل للعجينه، ان انا ما محتاجش دقيق وانا بفرد. نقطع الحجم اللي احنا عايزينه، قطع مربعات، مثلثات، دواير. عندك اللي هي بتعمل السمبوسك، بتقفل السمبوسك، اوكي. ما عندكيش بايدك عادي، مفيش اي مشكله. نقدر بقى نفوز السمبوسك كده يا جماعه، يعني في صينيه كبيره كده، لوحدها بعيد عن بعض. وبعد كده لما تتلج هنشيلهم بقى في علبه او في كيس، نطلعها بقى في رمضان، بتبقى حلوه قوي بصراحه. انا بحبها احسن من الجاهزه بمليون مره صراحه يعني. انا ممكن يعني اعمل الحشوات وافرز الحشوات، والعجينه ما بتاخدش مني وقت يعني، بريحها 10 دقايق، والعجنه ما بتاخدش مني 5 دقايق، ونحشي ونقلي على طول.
اللي انت مرتاحه له اعملي. بس يا جماعه انا حطيت كمان في الاير فراير عشان اوريكم الاير فراير طلعها. انا طبعا قشرتها زيت اعلى درجه، لان العجينه رقيقه وحلوه جدا، طالعه مقرمشه جدا طبعا. بصوا في الزيت هنا، اللي في الزيت في بقليل كده فقاعات كده، في الاير فراير مش باينه قوي، بس هي مقرمشه مقرمشه جدا. طبعا الناس اللي بتحب تعمل في الاير فراير، يعني متقليش في الزيت. مقرمشه ومش شاربه زيت، النشا ما بتخليهاش شاربه زيت خالص يا جماعه. كمان على فكرة نقدر نعمل منها حاجات نحشيها بأي حاجة فيها سكريات. يعني أنا حشيتها بالشوكليت، وحشيتها بالبلح والطحينة، طعمها حلوة قوي قوي. شايفين ده في الاير فراير، شايفينها لونها حلو جدا، بس ما فيهاش بابلز كتير، بس فعلا مقرمشة. حلوة جدا، جربوها. ودي بالشوكليت وبالتمر مع الطحينة، جميلة جدا يا جماعة. بس كده الوصفة خلصت. يا رب يكون وصفة عجبتك، لو عجبتك تشجعني باللايك سبسكرايب وفعل جرس على الكل عشان يوصلك اي جديد منزله. واقول لك السلام عليكم.